طبعا قبل 1445 سنة من الآن إسرافيل قد التقم القرن، يعني وضعه في فمه وأرخى أذنه ليستمع الأمر من الله متى ينفخ في الصور، فسينفخ فيه بغتة فإذا بالناس يصعقون. يصعق الناس جميعا، ولا يبقى من البشر ولا من الملائكة ولا من المخلوقات أحدا إلا 4. بعض الروايات الأنبياء والشهداء، وبعض الروايات تقول بأن الله يقول لملك الموت من بقي بعد أن ينفخ في الصور فيموتون جميعا، فيقول له ملك الموت لم يبق إلا وجهك وأنت الحي الذي لا تموت، وكذلك جبريل عليه السلام، وكذلك إسرافيل الذي ينفخ في الصور، وكذلك أنا ملك الموت. فيقول الله لملك الموت أقبض روحي جبريل وإسرافيل، فيقبض أرواحهما. ثم بعد ذلك يقول الله له من بقي؟ فيقول بقيت أنت يا الله وبقيت أنا، فيقول الله له مت، فيموت.